عارف يا صديقي إيه هي اكبر غلطة بتقع فيها لما بتيجي تشتغل على اي فيديو جرين سكرين؟ الغلطة انك بتبقى فاكر ان التريكات كلها بتحصل جوه برنامج المونتاج، بس الحقيقة ان الموضوع بيبتدي من الاول خالص قبل ما نفتح البرنامج اصلا. في الفيديو ده انا مش جاي اعلمك ازاي تقص الكروما، انا جاي اعلمك ازاي تخلي الكروما تتقص لوحدها. الموضوع كله بيتلخص في 4 خطوات، لو عملتهم بنفس الترتيب الصح هتوفر على نفسك ساعات كتير من المونتاج والشغل المرهق. الخطوات بتبدأ من المسافة بينك وما بين الجرين سكرين، ثم يجي بعديها توزيع الإضاءة، ثم يجي بعديها إعدادات الكاميرا، وفي الآخر خالص المونتاج. بس قبل ما ندخل فيهم لازم تفهم قاعدة معينة: الكاميرا مش بتشوف بني آدم ولا وش، الكاميرا بتشوف ألوان، وبرنامج المونتاج هو مش بيقص شخص، هو بيقص لون معين في الكادر. الخطوة الأولى: المسافة بينك وما بين الجرين سكرين. كل ما بتقرب من الخلفية الأخضر بتاع الخلفية بيرتد عليك، بيرتد على الحواف بتاعت جسمك وعلى شعرك، فلما تيجي في المونتاج تشيل اللون الاخضر تلاقيه بياكل من جسمك. عشان تتاكد انك في السليم اطفي الكي لايت وسيب نور الجرين سكرين بس. لو لقيت نفسك غامق والخلفيه منوره يبقى انت بعيد كفايه والاخضر مش جاي عليك. اما بقى لو لقيت في حواف خضر على جسمك يبقى انت قريب من الخلفيه ومحتاج تبعد عنها شويه. الخطوه الثانيه الاضاءه، والاضاءه هنا انا مش بتكلم على حاجه واحده، انا بتكلم على حاجتين منفصلين: توزيع الاضاءه على الشخص اللي بتصوره والتوزيع الاضاءه على الخلفيه. الخلفيه لازم تراعي فيها انها تكون منوره بالتساوي، ما فيهاش بقع اغمق ولا بقع افتح، عشان لما تيجي تشيل الخلفيه في البرنامج يبقى قاري درجه واحده من اللون الاخضر وما يتلخبطش. وفي النقطه دي لازم نراعي نوع الجرين سكرين او الخلفيه اللي عندنا، كل ما كانت انعم او مكويه كل ما ادتنا نتيجه افضل. الخطوه الثالثه اعدادات الكاميرا، وهنا ناس كتير بتقع. اول حاجه لازم تقلل الايزو عشان تمنع النويز. النويز ده بيعمل حاجه زي نقط صغيره كده في الصوره، البرنامج بقى بيقراها كانها الوان عشوائيه فبيتلخبط او مش هيديك النتيجه المثاليه. تاني حاجه صور على 60 فريم مش 30 فريم. ليه؟ عشان تقلل حاجه اسمها الموشن بلور، لان الحواف المهروسه بتخلي لون الخلفيه يبقى متداخل مع لون الجسم اللي بيتحرك، وطبعا لون متداخل يعني قص وحش. وافتكر دايما ان الكاميرا شايفه الوان، واحنا هنا هدفنا ان احنا نخليها تشوف اللون الاخضر انضف ما يمكن. بعد ما خلصنا كل الشغل ده نقدر نخش على المونتاج. نيجي على الجهاز بتاعنا، وهنا انا هعمل قص للكروما اللي عندي على برنامج بريمير. وطبعا مش شرط تشتغل عليه، اي برنامج تاني حاليا ممكن تشتغل عليه ويطلع نفس النتيجة، لان زي ما اتفقنا احنا لو مشينا على الخطوات اللي فاتت في التصوير فالخطوات على البرنامج هتكون بسيطة باذن الله. انا هنا عملت الفيرست كات للمشهد بتاعي وشلت الغلطات والسكتات. بعد كده هروح على الايكون دي اللي هي نيو واختار ادجستمنت لاير، وبعدها هسحب اللاير دي على التايم لاين واكبرها بحيث تاخد المشهد كله. بعدها هروح على قائمة لومتري كولر وانزل عند HSL secondary وادوس على الكالر بيكر دي واختار اي لون اخضر من الكروما، وبعدها اعمل صح على العلامة دي عشان تبين لي اللون اللي متحدد بالظبط. هنا بلاحظ انه محددش كل اللون الاخضر في الصورة، فبدوس على الكالر بيكر تاني وابدأ اختار من كذا مكان تاني لحد ما الاقي كل الاجزاء بتاعة الجرين سكرين متحددة. بعد كده بنزل تحت عند قائمة كوركشن وادوس على ال3 دواير دول وابدأ اسحب النقطة اللي في النص دي ناحية اللون الاخضر، واحاول ارفع الشادوز للاخر وكمان اقلل الهايلايتس للاخر. انا هنا بحاول اعمل ايه؟ بحاول اوصل درجات الاخضر اللي في الصورة انها تكون نفس الدرجة بالظبط، وبرضه بسحب النقطة دي للون الاخضر والتانية نفس الكلام. وهنا زي ما انتوا شايفين الاخضر بتاع الكروما بقى درجة واحدة بالظبط من غير شادوهات او هايلايت. نيجي بقى للخطوة اللي بعد كده، وهي اني عايز اختار خلفية تكون مناسبة للسيت اب اللي انا مصور بيه، ومناسبة كمان لاتجاه الاضاءات اللي انا مختارها في الاستوديو. هدوس على علامة الكاميرا هنا واخد سكرين شوت من المشهد. بعد كده هروح على موقع ادوبي فاير فلاي، انا هنا ده اللي انا هستخدمه. انت ممكن تشتغل على اي نموذج AI تاني هتطلع نتيجة قريبة. هتدوس على نيو وبعد كده ايميج، بعدها هترفع الصورة اللي انت خدتها من المشهد وترفعها على الموقع. هتكتب البرومبت اللي هسيبهولك في الكومنتات وتدوس جنريت، وبعدها تستنى شوية. انا كنت جربتها مع نفسي وطلعت معايا كذا نتيجة، ودي كانت النتيجة اللي استريحت لها. راعيت فيها اتجاه الريم لايت والاضاءة اللي انا مستخدمها في الاستوديو، وبعد كده هعمل لها داونلود. بعدها هفتح الصورة اللي نزلتها على الفوتوشوب وهعمل سيلكشن سريع كده على صورتي واي حاجة مش عايزها في الصورة، ثم هضغط على ريموف من قائمة جنريتيف فيل.
وزي ما احنا شايفين كده صورتي اتشالت واتبقت الخلفية بس. هعمل لها سيف وارجع تاني للبريمير. في البرنامج هنا انا عايز المشهد كله سيكونس واحد مش متقطع عشان اعرف اطبق عليه الافكت مرة واحدة. فهعمل سيلكشن للكل وادوس كليك يمين نيو سيكونس واسميها. وبعدها هروح على قائمة افكتس واكتب في السيرش كي واختار الترا كي، وبعدين اسحبه على السيكونس بتاعي. بعد كده هروح على قائمة افكت كنترول وانزل عند الترا كي وادوس على الكالر بيكر دي واروح اختار اللون الاخضر بتاع الكروما. وهنا زي ما انتم شايفين بتكة واحدة طلع معايا قص الكروما نضيف وما فيهوش اي مشاكل. بعد كده هحتاج ان اشيل الزيادات اللي حوالين الجرين سكرين زي الستاند والجدار، وهدوس على العلامة بتاعت الماسك هنا من التول بار واختار بين ماسك تول، وبالبين تول كده ابدأ احدد الاجزاء اللي انا عايزها من الكادر عشان اشيل الزيادات. بعد كده هروح على المكان اللي فيه صورة الباك جراوند واسحبها في اللاير تحت الفيديو بتاعي، وهنا هي مقاسها اصغر من مقاس الفيديو فهعمل لها سكيل اب. هعمل بعد كده خطوة زيادة مش شرط تعملها بس انا بعملها عشان تساعدني في دمج المشهد اكتر. بجيب adjustment layer فوق المشهد بتاعي، ومن قائمة effects بدور على افكت اسمه wonder glow واسحبه على الادجستمنت لاير. بلاحظ ان لما بزود الانتنسيتي بتاعته بيديني هيز كده على اماكن الاضاءة، فبيساعدني ان ادمج المشهد مع بعض اكتر. وبس كده. اللقطة دي ما اتعملتش في برنامج المونتاج، اتعملت باعدادات الكاميرا والاضاءة والمسافة، واحنا كل اللي عملناه خطوات بسيطة في المونتاج. وفي اخر الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب واكتب لي في الكومنتات ممكن نتكلم عن ايه في الفيديوهات الجاية. سلام.